الطبق ده من احلى الاطباق اللي ممكن تقدموه في العزايم. كمان احفظوا الوصفة عشان رمضان. وكمان لو حابين تشوفوا الفيديو بطريقة ابطأ شوية هتلاقوا لينك الفيديو الاساسي على اليوتيوب في اول كومنت. اول حاجة لتتبيلة الفراخ عندي زبادي، وعندي مية بصل وزيت وشطة او هريسة شطة اختياري، ومعلقة من صلصة الطماطم. وبعد كده عندي توم وجنزبيل فريش وكزبرة خضراء دقيتهم لوحدهم، صرت عليهم ليمونة، حطيت برضو قشر الليمون، زعفران، ورق لورا، ومجموعة من التوابل هسيبها لكم كلها في تحت الفيديو. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض وهقلبه كويس لحد ما يمتزج كده بشكل سليم، ويبقى جاهز ان انا احط فيه الفرخة بتاعتي. الفرخة انا استخدمها كاملة، شلت بس منها سلسلة الظهر، وفتحت كده بين الجلد واللحم عشان اقدر اتبلها بشكل كويس. وبتبلها بقى كويس وبعمل لها شرايح كده من الصدر عشان كل التتبيل